عملتِ قبل كده اللحمة المشوية وطلعت بتشد معاكِ؟ تعالي أما أقول لِك الغلط اللي عملتيه وحلها بسيط جدًا. أقوى وصفة وتتبيلة للحمة المشوية على الفحم خطيرة، هاقول لِك كل الأسرار والمكونات والتتبيلة وإزاي تطلع طرية معاكِ زي كده وjuicy من جوه وطعمها خطير، تنافس أكبر المحلات حرفيًا. يالّا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. عندي هنا بصلتين فرمتهم في الكبة كده كويس لحد لما ناعمة خالص، علشان انا عايزة المية بتاعة البصل بس، مش هستخدم البصل خالص، هستخدم المية بتاعته بس عشان البصل بيتحرق واللحمة بتاخد شوية وقت على الفحم، فعلشان ما تتحرقش معانا نستخدم المية بتاعة البصل بس. ده أول سر من أسرار اللحمة المشوية. وكمان طماطميتين مبشورين ناعم برضو هستخدمهم، مش هصفيهم ولا حاجة، أنا هستخدمهم زي ما هما كده، وعليهم علبة من الزبادي أو نص كوباية من اللبن الرايب لو عندك. علبة الزبادي دي بتخليها طرية وجوسي ومش هتشد معاكي تماما وطعمها بيبقى خطير. أنا دايما بحطها في وصفة المشويات سواء فراخ مشوية أو لحمة مشوية، بتديها طراوة كده من جوه خطيرة. هقلبهم كده كويس قوي مع بعض واحط عليها معلقة من المشويات دي، خلطة المشويات دي خطيرة هتلاقوها عند أي عطار، بتستخدميها بقى اللحمة والكباب المشوي، خطيرة جدا، طعمها بيبقى خطير جدا وبتخلي اللحمة طعمها في منتهى الجمال. هاخد كده منها معلقة مليانة ورشة كمان من الفلفل الأسود ورشة من الكمون، يعني حوالي نص معلقة من الفلفل الأسود والكمون. طيب والملح، الملح بيخلي اللحمة العصارة بتاعة اللحمة تنزل، واحنا عايزين نحتفظ بالعصارة والسوائل اللي جوه اللحمة أكبر وقت ممكن، فأنا علشان هبيتها ليلة كاملة في التلاجة فمش هحط الملح دلوقتي، هحطه قبل التسوية على طول. طيب انتوا هتعملوا التتبيلة وهتخلوها مثلا ساعة وهتشووا، خلاص ممكن تضيفوا الملح. انما لو هتبيتوها ليلة كاملة كده في التلاجة زي ما انا هعمل، يبقى ما تحطوش الملح الا قبل التسوية على طول، لان الملح بيخليها تنزل كل العصارة وكل السوائل اللي موجودة جواها، فانا هستخدم الملح قبل التسوية على طول. وده السر بقى او الغلط اللي انت بتعمليه وبيخلي اللحمة تشد معاكي، لان اللحمة لما بتحط الملح بيخلي كل العصارة تنزل في التتبيلة وبيخليها تشد. خلاص كده تمام زي الفل. طيب وبالنسبة للحمة احنا مش بنستخدم اي قطعة لحمة كده وخلاص، احنا بنستخدم اللحمة المناسبة للشوي. هتروحي للجزار وتقوليله انا عايزة مثلا نص كيلو كيلو على حسب امكانياتك، بس تكون مناسبة للشوي، تقريبا بتبقى من الضلوع، فانتي بتعرفيه ان انتي هتشويها، فهو هيديكي القطعة او حتة اللحمة اللي هتناسب الشوي، لانها ما بتاخدش وقت خالص غير التسوية او غير لما هتعمليها بالشوربة. تمام كده زي الفل، لانك لو استخدمتي اي قطعة مش هتستوي معاكي خالص، لازم اللحمة تكون مناسبة للشوي. خلاص كده تمام. هنبيتها بقى في التلاجة ليلة كاملة، وطبعا لما بتبيتيها ليلة كاملة في التلاجة طعمها بيبقى مختلف تماما عن لما بتعمليها على طول، بتبقى خطيرة، وكمان ما بتاخدش وقت في التسوية خالص، بتاخد نص سواها في التتبيلة حرفيا، وكمان بتعملوا فيها زي غزغزة كده او فتحات كده بالسكينة علشان التتبيلة تدخل جوه اللحمة كده وما تاخدش وقت في التسوية. انت لو عندك شواية بقى ممكن تشوي على الفحم، لو ما عندكيش ممكن تجيبي صينية كده زي ما انا عملت، بس تغلفيها كويس قوي بورق الفويل. انا ما كانش عندي، كان خلصان، ما كانش عندي الا حتة صغيرة فحطيتها كده في قاع الصينية وحطيت الفحم وبدأت ان انا اسويها. طبعا الصينية اخدت معايا وقت كتير في التنظيف بمساعدة جوزي، ربنا يكرمه يا رب ويباركله. انتوا لو هتعملوها في صينية زي ما انا عملت كده وغطوها كويس قوي بورق الفويل عشان ما تتحرقش معاكم وتتعبكم في التنظيف. كده خلصت الكمية، اللهم بارك ما شاء الله، الريحة كانت جايبة لآخر الشارع حرفيا، في منتهى الجمال، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة وطعمها خطير، احلى مليون مرة من اكبر المطاعم. تعمليها في بيتك بقى وحاجة نظيفة ومضمونة، مرة كده كل فترة تروقي عليهم بالأكلة الخطيرة دي، جميلة بشكل مش طبيعي. احفظوا الوصفة بقى للعيد كده ان شاء الله، خطيرة. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. تاكلوها بقى جنب الرز البسمتي والسلطة والعيش والطحينة، براحتكم بقى خالص، وصفة في منتهى الجمال. متنسوش اللايك.